تعال اقول لك ازاي تطلب القطع بتاعتك من علي اكسبريس، وحرفيا انت هتطلبها بارخص من سعرها في مصر اضعاف. واي منتج انت هتطلبه من الموقع عموما بيوصلك لحد باب البيت. اول حاجه هتفتح الصفحه الرئيسيه لعلي اكسبريس، هتروح للبحث وتبحث عن الحاجه اللي انت عايز تشتريها. في الحاله بتاعتي انا طلبت قطعتين اللي هي البيفا دي اس 7. فانت شوف انت عايز تشتري ايه واكتب بس في البحث، هتلاقي عندك اكتر من تاجر بيبيعوا نفس الحاجه وكلها باسعار مختلفه. ركز على عدد الحاجه اللي التاجر باعها، يعني ده باع 219 وده باع 206. خلي بالك في تجار بيكونوا مخلين السعر قليل لكن الشحن بيكون عالي. هنا سعر القطعه 1300، الشحن 291 جنيه. كمان ركز على التعليقات وشوف الناس بتقول ايه. الناس بتشكر في التاجر ده وان الحاجه وصلت سليمه ولا فيها مشكله ولا لا. دي كده القطعه اللي انا كلمتكم عليها في الفيديو اللي قبل ده على طول. والقطعه التانية اللي هي البيفا في دي 05، والاتنين دول بيتوصلوا مع بعض. القطعه دي سعرها 4000، انا كنت مشتريها بخصم. ركز هنا كده بيقول لك في خصم 65%، لكن هي مش سعرها كده، هي بقالها فتره كبيره جدا سعرها اقل من 4000 جنيه. التاجر هنا في مصر بيبيعها ب 8000 جنيه. الشحن 206. على اكسبريس بتدفع السعر اللي مكتوب هنا وبتدفع الشحن، تدفع الاتنين، لكن بعد ما القطعه بتجيلك بتدفع الجمارك بس. رسوم الشحن دي شامله لحد باب البيت، يعني هو دافع لك الشحن، انت كل اللي عليك هتدفع الجمارك بس بعد ما توصل لحد البيت عندك. كل اللي عليك هتيجي تعمل شراء الان وتضيف عنوانك زي ما انا ضايف عنواني كده، وبتيجي تضيف طريقه دفع. لازم يكون معاك كريدت كارد عشان تقدر تشتري. طيب انا مش معايا كريدت كارد فاعمل ايه؟ عندك اكتر من طريقه، اما بتدفع عن طريق برنامج الباي بت او عن طريق برنامج الريدوت باي. لو ما تعرفش عنهم حاجه فتقدر تشوف ليهم فيديوهات برضو عشان يبقى عندك تفاصيل اكتر. لكن انا عن نفسي دفعت عن طريق برنامج اسمه الباي بت، والبرنامج ده موجود في جوجل بلاي وتقدر ان انت تثبته عندك على الموبايل وتشحن فيه الفلوس اللي انت هتشتري بيها. دول كده القطعتين اللي انا طلبتهم من علي اكسبريس ووصلوا لي في اقل من 15 يوم. والجمارك مش محتاج فيزا عشان تقدر تدفعها، هو المندوب هيجي يسلمك الحاجه اللي انت طالبها وهتديله الفلوس في ايده. الصورة دي بتوضح انا دفعت كام بالظبط. دفعت 6056 جنيه. بعد ما القطعة وصلت لحد البيت وسلمت مندوب البريد 232 جنيه، والمبلغ ده للجمارك بس، لكن سعر القطعة والشحن انت بتدفعه على البرنامج ساعة لما بتيجي تشتري. بعد ما تطلب الشحنه بتاعتك بيجي لك رساله على الايميل اللي انت مسجله في علي اكسبريس اللي انت اشتريت بيه. الرساله دي بيكون فيها كود من خلاله هتقدر تتبع الشحنه بتاعتك وتشوفها وصلت فين. انا هقول لك على حاجه مهمه تعملها عشان تتجنب ان الجمارك تجي لك مبلغ كبير. بخش على التاجر اللي انا هشتري منه، هتطلب منه ان هو يخلي الفاتوره بتاعه الحاجه اللي انت طالبها سعرها مخفض عشان الجمارك في مصر ما تكونش عاليه. قولها له بالتفصيل كده. وبس انا كده اتكلمت عن كل حاجة وازاي اشتريت من علي اكسبريس. فلو عندك سؤال وفي حاجه نسيتها عموما اكتب لي بس تعليق على الفيديو وانا هرد عليك.